استاذ محمد. يا فندم. ايه اللي انت كاتبه لغايه دلوقتي؟ جناية قتل السيدة عين الحياة محمد مصطفى التي تم كتم أنفاسها وعثر على الجثة في غرفة نومها، وقد شوهدت قطة على السرير، وعلى بعد 1.5 متر عثر على جثة ابنها سعيد يحيى البالغ من العمر 6 سنوات أثر ضربة شديدة في رأسه أدت إلى ارتجاج في المخ، ولم يترك الجاني أي بصمات أو مخلفات يستدل منها، وليس لدينا أي أدلة على وجه الإطلاق. وقد أكدت المعاينة سلامة باب الشقة من أي محاولة لفتحها بالقوة. مين الأسماء اللي هيتم استجوابهم بكرة الصبح إن شاء الله؟ أيوة يا فندم. الست خديجة عثمان، البحراوي محمد مصطفى، الطفلة رانيا يحيى، الدكتور عادل البحراوي، الحاجة نعيمة عبد الرحمن، الآنسة عزة البحراوي، مدام مارسيل استكانيس، الرائد بحري يحيى السعيد، وعزوز البحراوي. بطاقة يا بيه، مش حضرتك طلبت البطاقة؟ دي بطاقة تموين. طب وحياة غلاوتك محتكم على غيرها. طيب قولي لنا اسمك وسنك. مين؟ أنا؟ خديجة. خديجة ايه؟ الست خديجة. سنك كام يا ست خديجة؟ بلاش، أصل ما برضاش أقول، بخاف من الحسد. اكتب عندك 50 سنة. هو كتابي لها 40 يا بيه. تعرفي المجني عليها منين؟ مين المجني عليها دي يا بيه؟ أنا أعرف ستات كتير ما فيهمش واحدة اسمها المجني عليها. القتيلة عين الحياة. حياة يا حبيبتي يا أختي، يا خربتك من حبيبتي يا حبيبتي، لا مؤاخذة يا بيه، من نار يا بيه. بس يا حبيبتي يا أختي، قطعتي بيا يا حبيبتي. عيني عليكي وعلى أولادك يا حبيبتي. يا ست خديجة هدي نفسك. والنبي يا حياة، فنجان القهوة بسكر زيادة ملوه طعم من بعدك، عهد عليا لا اشربها سادة وابطل السجاير. يا عسكري خد الست دي في الحجز. ايه اتخضيتي؟ بصراحة طب اتفضلي اقعدي يا ست خديجة. صحيح؟ شكرا قوي يا بيه. ما تقولي لنا بقى ايه اللي تعرفيه عن القتيلة؟ حياتي اتجوزت في الشقة اللي قدامي، ما كانتش جارة، كانت أخت وأكتر من الأهل. الله يرحمها، كانت عاقلة وراسية وتحس بالحاجة قبل ما تتقال. بقالها 7 سنين كل يوم الساعة 9 الصبح يا عندها يا عندي. أهلا، صباح النور على الزمان. الفل. ازيك يا جميل؟ ازيك انت؟ الحمد لله. انت سايبه الباب مفتوح ليه؟
مش تخلي بالك انت بتبقي لوحدك الصبح. ايش هياخد الريح من البلاط؟ وبعدين انا عارفه ميعادك، اول ما بسمع المزيكا بتاعت رباط البيوت بسيب لك الباب موهب. قولي لي، نزلتي السوق؟ رحتي الخضري اللي قلت لك عليه؟ رحت له. الخضار عنده اغلى من اللي على الناصيه 3-4 مرات، وزعل مني لما قلت له انت رفعت السعر ليه؟ منه لله. انت عارفه عطوه الجزار؟ عارفه طبعا كرشه اللي قدامه 3 متر. كنت هفتحه له كروهات كده. يا لهوي. منه لله، الهي ما يوعى ياكل اللحمه اللي عنده، وبرضه مفيش فايده، باع لي بالثمن اللي هو عايزه. الثمن اللي هو عايزه؟ والنبي دي مستوره من عند ربنا. خدي يا حبيبتي اشربها عشان تنسي. ربنا عظيم. تعالى يا خديجه نصلي الفجر يا جماعه. جاي وراك على طول. يا اخويا اسكت، خلينا نسمع اللي اهم منك. الله اكبر. يا حياة كفاية ما تزهقنيش في عيشتي. أنا عارفك أنت غاوية تزني كده. ما كملتش الليله عند الست هانم اللي كنت عندها ليه؟ يا حبيبتي أنت بتجيبي الكلام ده منين؟ أنا كنت نبطشي. نبطشي؟ كل يوم نبطشي؟ يا حياة نامي، إحنا بقينا الفجر. إمتى بقى ربنا يخلصني من خناقك اللي ملوش آخر ده؟ طبعا. ما هو بقى دلوقتي امتى بقى ربنا يخلصك من الخناق اللي ملوش اخر؟ يا حياة، يا حياة قلبي، انت بيتهيألك ان انا ماشي مع واحدة وكل يوم سهران عندها. حاجة غريبة كده. لا يا بيه، ما غريبة الا الشيطان. بس يكون في علمك ان كل تحركاتك مع حبيبة القلب عندي يوم بيوم، يعني اول باول. اوعي تتكلمي في الموضوع. يا سلام، يرضي نهدم عليك قدي. هو طالع فيها كده ليه اللي اسمه يحيى ده؟ طب دي حياة ضفرها برقبته ورقبة بايخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. يا خديجة، يا خديجة، استنى شوية يا خديجة. يا ساتر بقى، انا مسكتة الراديو تطلع لي انت. خديجة. يوه بقى. نعم. انت صبحة تصلي ولا تصنطي على الناس؟ لا انا ما بتصنطش على حد، الكلام هو اللي بيخش في وداني. حكيم انا وداني من الودان السميعة. بص حتى ما يصحش كده. طب قولي لي بقى، ايه اخر الاخبار؟ يا خرابي طالع لي يا حلوة انت. طب انت. الو. ايوه انا كمان عرفت صوتك. انت متأكد يا عم خيري؟ طب متشكرة قوي، ربنا يديم المعروف. مع السلامة. حياة، انتي رايحة فين؟ انا رايحة مشوار. يا ولاد خلي بالكم من ماما خديجة. رايحة فين يعني؟ رايحة محطة الرمل. طب اوعي تغرز. ماما خديجة طول عمري متمنية ضفر عيل، انما يا حياة اختي ولادها هم عيالي. حاسة بيا، بتعلم العيال يقولوا لي يا ماما. سعيد ده كان روحي كده، ما كانش بيحب حد قدي. ورانيا انا اللي هربيها. الف رحمة تنزل عليك يا حياة. طيب، ومفتاح شقة حياة ما سابتوش معاكي؟ ابدا. تتهمي مين؟ الله يرحمها ما كانش لها عدو. ان شاء الله العدوين اللي جرى لهم اللي جرى لها. العلم عند الله يا بيه. اسمح لي بطاقتك. شكرا. الأستاذ البحراوي محمد مصطفى، 55 سنة، رئيس قلم الأرشيف بمصلحة المواني. اتفضل. ايه علاقتك بالمجني عليها؟
عين الحياة، اختي الوحيدة، هي كل اخواتي. احنا من اسيوط. انا اتولدت بعد ابوي ما اتنقل اسكندرية. ابوي كان موظف على قد حاله في السكة الحديد. حياة كانت زي بنتي تمام. اتولدت قبل ما اخد البكالوريا بشوية بسيطة. مبروك يا بحراوي. انا كنت مستني النتيجة عشان اكلم لك فؤاد بيه يتوسط لك عند سعادة الباشا، وربنا يسهل وتتعين موظف كبير في المواني. يا ابوي املي تتعب معايا شوية، تدخلني مدرسة المهندس خانة في جامعة ابراهيم. ده الحاج مهندس كبير قوي يا ابوي، حبني عماير احلى من اللي بيبنوها الخواجات على الكورنيش. كورنيش ايه وعماير ايه؟ انا كفاية عليا ان وصلتك لحد البكالوريا. حضرتك عايز تخش جامعة ابراهيم، انت ما تعرفش مصاريف المهندس خانة قد ايه؟ يا ولدي ما يقدر على القدرة اللي ربنا. يا ابوي انت ايه؟ انت ما عندكش نظر. قوم وقف. اختك دي مش عايزة تتربى؟ شوف يا ولدي، تعال تعال اقول لك. بكرة لما تخش الميري هتتعين موظف كبير كبير قوي قوي قوي. قلت ايه؟ اللي تشوفه يا ابوي. اقعد 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 عاد. خليك انت يا نعيم، والنبي ما انت منقولة من مكانك. يو يا خالتي، انا عايزة نكش الحنة يفضل على رجليكي طول شهر العسل. ده انت لسه عروسة يا عروسة. افتحي الباب يا حياة. جرأية يا نينا، هو انت حماتي ولا ايه؟ ده انت خالتي وفي مقام امي والنبي. كده؟ طب خدي حياتي معاكي واطلعوا نضفوا الصندرة. اوعي البنت تلخبط لك الخزين على بعض. حاضر يا خالتي. خدي حياة، الارواح دي عشانك. يلا يا حياتي حبيبتي، ربنا يخليك لينا يا ابني، ستر وغطى علينا، واللي قصر في عمر ابوك يطول لنا في عمر. ايه يا نينا بس؟ احنا بنتعبك معانا قوي يا ابني، لكن هنعمل ايه؟ نصيبك كده. لازمته ايه بس الكلام ده يا نينا؟ ده انت الخير والبركة. أنا لو جرالي حاجة حياة أمانة في رقبتك، أنت أخوها وأبوها. دي جوه عيني لغاية ما جوازها واطمن عليها. يقولوا النتيجة بتاعت التوجيهية موجودة في المدارس. نجحت جبت كام في المية؟ ايه؟ صمت؟
ما كفايه يا صباح، ما تقفل التلفزيون اللي واقف حالنا ده. انت مش خلاص شفت الفيلم؟ اما حتة فيلم يا حاجة نعيمة، ولا الواد البطل دهية مسيحة عمل عمايل ورا مرته، صحيح تحت السواقي دواهي. لو انت الصادق قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربان. ايه حاجة نعيمة؟ ده ضروري عزيز هو اللي بيسهر كده. دجنا ايه ابنك ده فلح. ليه بس يا صباح؟ اهو مصيره ينجح برضه. مصيره 6 سنوات مش عارف ياخد ترجيحي. اهلا. مساء الخير. خير عليكي يا اختي. اهلا يا حياتي. اتفضلي. خير. اهلا يا حياتي. اهلا يا كوي. اهلا. خير في ايه؟ ابدا، وحشتوني قلت اجي اقعد معاكم اسبوع انا والولاد. يا اهلا وسهلا. اهلا يا حياتي. امال يحيى فين؟ يحيى عنده مأمورية في البحر كده لمدة اسبوع. غريبة، لسه مقابل واحد صاحبي في الطراب من ساعتين بيقول لي انا شفت نسيبك الضابط يحيى قاعد في مدخل لقمة فرعون. اذا كان ماليش مكان همشي. اسألي هنا تمشي فين حياة؟ كلام ايه ده؟ ايه تعبان؟ ادخلي نامي، اقعدي نامي انت وعيالك. الله، واذا كنت غضبانة مع جوزك مسيركم تتصالحوا. قال لك ايه يا يحيى؟ تعالي يا اختي تعالي. اتفضلي. شوفي يا حاجة نعيمة مالها. اهلا يا حياتي. تعالي يا حبيبي. اقعدي يا اختي. طيب مفتاح شقة حياة كان معاك في اي وقت؟ كان معاي طول الوقت، كانت سايبة مفتاح عندي لأي طارئ. ليه؟ يعني تفتكر ان اي حد من الولاد خدوا لأي ظرف؟ لا أني قافل عليه وشايله في الدرج اللي بقفل عليه. طيب تتهم مين بقتل اختك؟ الله أعلم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل. الحقيقة انا مش عارف حضرتك بتفكر ازاي. طفلة زي دي هتستفيد ايه لما تستجوبها؟ يعني يمكن كلمة واحدة تقولها تبقى مفتاح لحاجات كتير. اتفضل. طيب تسمح لي اقعد معاها؟ زي ما انت شايف كده يعني هي اللي مش هتسيبك. تعالي يا روحي. تعالي يا عم. روحي. تعالي يا حياتي. اوبا يلا. تاخدي بونبوني؟ خدي بونبوني. انتي فاكرة روحي لما ماما سكتت وما بقتش تتكلم؟ اما سعيد اخوك اتعور واوا، فاكرة؟ انتي كنت نايمة في الأوضة التانية مش كده؟ اما ماما حياة فاكرة؟ ماما انا عايزة ماما، انا انام. بابا عشان بابي زعل ماما. ازاي يا حلوة؟ قولنا بقى ازاي؟ خلاص اهو اللبن اهو هتشربيه. معلش هي غلطتي انا، حقك عليا. من لبختي ما عشتكيش قبل ما تنامي. بصي انفخي معايا. ايوه يلا حبيبي انزل يا روحي. امسكي. مساء الخير. السلسلة دي هدية منها مش كده؟ اوعي. تعالى هنا. ايه الريحة دي؟ مفيش ريحة. في ريحة. مفيش ريحة. بقول لك في ريحة. انت هتتجسس عليا. اسمعي، اذا كنت اتجننت انا لسه بعاني. انا خارج لحد ما تعالي. الحاجة نعيمة عبد الرحمن مرات البحراوي يا فندي مش كده؟ ايوه يا بيه. وحياة تبقى بنت خالتي كمان. الله يرحمها، دي زي بنتي تمام. انا اللي مربياها، بس كنت اضحك معاها واقول لها يا حماتي. اصلها كانت عاقله قوي يا بيه وراسيه ومخها يوزن بلد. العين يا سعاده البيه. مالها العين؟
يا تأسف يا تتلف، ودي يا حبة عيني اتقصفت، انصابت بدري، اتحسدت. اتحسدت على ايه؟ على بيتها وعيالها وجوزها. ده جوزها ده. ماله جوزها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي لها حق ام سعاد ترسم على الواد لبنتها. الواد زي القمر والبدله هتنطق عليه، وايه قيمه ومركز. ولو يحيى ما يبصلهمش، يحيى ما بيحبش غيري. طيب يا اختي خدي بالك بقى من يحيى لغايه ما يخطبك. احسن انا سمعت من ام نعمات ان يحيى بيلمح لنعمات، وقال ايه نعمات بتشاور عقلها. خدي، اصل انت ما تعرفيهمش، هما بيرسموا على تقيل قوي، بيرسموا على اللي جيبوا اتقل مش على يحيى بس. انا عايزه بابا. اجيب لك تاكلي يا حبيبتي؟ لا انا عايزه بابا. لا انا عايزه بابا. ابوك يا اختي بسلامته بقاله اكتر من جمعه ما قالش يا مراتي واولادي انتوا فين. جوه في البحر بقى ولا ايه حكايته؟ ربنا يعلم. ادي احنا قاعدين زي الاطرش في الزفه، وامك دي اللي قاعده قافله لي بقها زي ابو الهول. بس لو تنطق ولا تفضفض كنت عرفت منها سبب الزعل. طب وما انا ابو العباس، انا اقدر اخلي سيد الدرويش يجيب لك يحيى ده على ملا وشه. يا قبل انا ما بخبيش عليكي حاجه ابدا، بس هقولك ايه، ما هي حاجه تكسف. انت فاكره امي؟ فاكره كانت بتقول ايه؟ صنف الرجاله ما يعجبوش العجب، حتى لو جبت لهم صوابعك العشرة شمع. صنف نمرود. يا خوفي يا حياة لو تتجوزي راجل من صنف ابوكي. شوفي يا حياة، ابوك الله يرحمه لما كبر اتهفف عقله واتجوز واحدة صغيرة. امك جت تعاتبه رمى عليها يمين الطلاق. الله يرحمك يا امي، طول عمري كنت فاكراها ظالمه صنف الرجاله عشان ابويا اتجوز عليها قبل ما يموت، لكن الظاهر اني وقعت في واحد من صنف ابويا. روحي يا حبيبتي العبي مع اخوكي، روحي. اتكلمي يا حياة، قولي يا اختي، ده انا صدرك الحنين، مش انا برضو زي المرحومة امك. يحيى بيعرف واحده يونانيه بتشتغل في لوكاندا فرعون، يسهر معاها كل ليله لحد الفجر. شوفي يا اختي الواد يحيى ده بصباص من يومه. طب انت عرفتي منين؟ انا بعرف كل حاجه اول باول، لكن مش هسكت. اتكلمي، قولي لي يا اختي عرفتي منين، مش تنوريني يا حياة. ونورتك؟ قالت لي هتبقي تعرفي كل حاجة بعدين، اصلها ما كانتش تتكلم كتير. ما قالتلكيش اسم البنت بتاعت اللوكاندا اللي ما تسماش دي؟ ايوه يا حاج، اسمها مارسيل. بس هي نبهت عليا ما جيبش سيرة لحد. كويس. مفتاح شقة حياتي اللي في درج جوزك ما استعملتوش في اي مناسبة؟ لا. طيب يا حاج احنا متشكرين جدا، ولما نعوزك هنبقى نجيبك. وتجيبني تاني ليه يا اخويا؟ ايه اللي جبنا انا هنا تاني؟ لا ده انا سايبه البيت يضرب يقلب، وشرفك نقع الغسيل وسايباه علشان خاطر الحكومه. يا حاجه يا حاجه، يا دي الفضايح، ده انا عمري في حياتي ما دخلت كراكون. معلش يا حاجه، حقك عليا يا امي، الحق عليا انا غلطان. عندك اقوال تانية؟ عندي كتير. طب اتفضلي اكتب يا سول محمد. معاك يا فندم. اصل حياة الله يرحمها كانت ملاك وتحب الخير، وكانت تحب ولادي قوي قوي يا بيه. اصل عزوز ابني سقط في توجيهي 7 سنين بعيد عنك. ابوه بقى جه في اخر مرة وزعل منه قوي وصمم انه لازم يطرده من البيت. هيعمل ايه؟ معذور، ما هو غلب فيه دروس خصوصي ومحايلة، وشرفك يا بيه ما كان يديله مصروف اقل من 4 جنيه. الواد ما كانش غاوي علام، طلع في مخه انه ايه يتعلم صنايع. خيبة تقيلة قوي يا بيه. يبقى اخوه دكتور واخته في كلية التجارة وهو عايز يطلع ميكانيكي. القصد ما طولش عليك، ابوه صمم انه لازم يبقى مهندس. قال انا ما قدرتش اخش المهندس خانة على فص عيني، انما عزوز بقى
لازم يبقى مهندس. حياة تبقى عمة عزوز، خدته في بيتها حوالي سنة علشان تحايله يرضى يعيد توجيهي. شهامة منها والنبي يا بيه، الله يرحمها، إلهي يجعل مثواها الجنة. امال مين قتل حياة؟ والنبي ما اعرف يا بيه. عادل البحراوي، 30 سنة، طب اسكندرية. انا الدكتور عادل البحراوي، المعيد بكلية الطب جامعة اسكندرية. سيادتك؟ اهلا وسهلا. انت ايه علاقتك بالمجني عليها وابنها؟ الاستاذ البحراوي يبقى والدي، هو مدير عام في مصلحة المواني، وانا ابنه الكبير والاخ الاكبر لاخواتي. عزة طالبة في كلية التجارة، طالبة مجتهدة. اخويا الصغير عزوز بحاول اساعده، بقاله 7 سنين في الثانوية العامة ومفيش فايدة. انا بسألك عن القتيلة يا دكتور. ما حضرتك ممكن تستنتج ببساطة انها تبقى عمتي. انا ما بحبش استنتج، لان انا لازم اتأكد، لان القاتل هياخد اعدام. ايوه الحقيقة عمتي من يوم ما اتجوزت انا ما دخلتش بيتها غير مرة واحدة. ليه، انتوا كنتوا متخانقين ولا حاجة؟ مش بالظبط، المشكلة في جوزها. انا شايف انه ما يستاهلهاش ابدا. ليه؟ يحيى ده طالع فيها على ايه انا مش عارف. انا في مرة تناقشت معاه لقيت مستواه الثقافي ضحل جدا. مستواه ايه؟ مش واخد بالي. مستواه ايه؟ ضحل. وانا مستواي الثقافي والعلمي لا يسمح لي ابدا اني اتكلم معاه تاني. ضحل بكافة المعايير، ضحل. متهيألي نتكلم عربي احسن علشان نفهم بعض، لا مؤاخذة يعني. ممكن؟ امال انا بتكلم ايه؟ فسيولوجي؟ يبقى انت. انا ايه؟ انت اللي هتقول لنا على الفايدة، طالما ان مستواك مش ضحل. ايوه انا هقول لك كل حاجة. كده برضو يا عادل ابقى متجوزة 7 سنين وما تزورنيش؟ المذاكرة، بقيت نايب وهبقى معيد. الف مبروك، عايزين نفرح بيك بقى. امال فين الولد ده؟ عشان خاطري يا عادل، عزوز ده زي الكبريتة والنبي تحايله اخر محايلة. الولد ده ما حدش يقدر يستحمله. احنا طبعا كلنا مقدرين جميلك ده، بس على الله ينجح السنة دي. ده ابوكم مربيني، عزوز ده زي اخويا واكتر. اما اشوف يحيى اصله نايم. ما تيجي يا ولد هنا. انت مش ناوي تعال بقى؟ ابوك عارف انك قاعد هنا، بيقول لك السنة دي لازم تنجح. بعت لك دي بدل اللي ضاعت منك. لو احتجت حاجة للمدرسة ابقى خد من عمتك وهنبقى نحاسبها. انت مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ انت مش عارف انا مين ومركزي ايه؟ انا مش عايزك تكون نقطة سودة في اسرة فيها واحد زيي انا. عرفت قد ايه انت مستهتر ومخرف؟ كل حاجة تقولي شجرة، اهلا، احب اللابوريا. ايه يا ولد ده؟ السلام عليكم. سلام. اتفضلوا، البيت بيتكم. انا عندي نبطشية. شغل. يا دكتور، المدخنة ما فيهاش دخان، تحب اجيب لك سيجارة؟ لا انا ما بستعملش الحاجات دي. والدك كان قال لي انه معاه مفتاح شقة حياة. يا ترى
عمرك ما استعملته؟ ولا عمري شفته. طيب تتهم مين بقتل حياة؟ يحيى له دخل كبير قوي باللي حصل. ازاي؟ هو كده. والدتي قالت لي انه السنه اللي فاتت دي كلها كان على علاقه بواحده اسمها مارسيل بتشتغل في اوتيل. طلبت مني ما اجيبش سيره لحد ابدا. الانسه عزة البحراوي، 24 سنه، بكالوريوس تجاره جامعه اسكندريه. حياة تبقى عمتك مش كده؟ ايوه عمتي واختي الكبيره وصاحبتي، يعني اسراري كلها معاها. وبالطبع كل اسرارها كانت معاكي. كانت دايما تسمع لي، ما تتكلمش عن حياتها. ما لاحظتيش اي خلافات بينها وبين يحيى جوزها؟ بالعكس، دي كانت بتحبه جدا. انا مره طلعت من الكليه ورحت اتغدى عندها. حماتك تحبك، انا النهارده عامله اكل يجنن. هي فين حماتي دي؟ ده انا بقيت في البكالوريوس ولسه بتلخبط ما بكلم اي ولد. ده حتى احمد بيبقى نفسه يجي يتكلم معايا وانا ببقى متلخبطه كده. انا عمري ما شفت واحده زيك. البنات في الايام دي هم اللي بيعكسوا الولاد. هو احمد ده شكله ايه؟ شكله حلو قوي، شكل ابي يحيى. هو يحيى شكله حلو؟ قوي قوي. تعرفي لو طلع حلو زي يحيى انا هجوزهولك. ناس كتير بتقول ان انا بحب يحيى اكتر، لكن هو كمان بيحبني. ده بيخاف على البيت والولاد من النسمه. ربنا يخليكم لبعض. مفتاح شقة عمتك اللي مع والدك ما استعملتوش في اي مناسبة؟ لا. طيب تفتكري مين القاتل؟ معرفش، انا زعلانه انها ماتت. اللي بعده. سبحان من أبدع. سول محمد، صحصح معايا شوية. مصحصح يا بيه. اتفضلي حضرتك. البطاقة لو سمحتي. مدام مارسيل استكانيس، سن 27 سنة، المهنة ربة بيت. ده كان زمان، دلوقتي رئيس مضيفات اوتيل فرعون. سيجارة؟ ميرسي. ميرسي. ايه علاقتك بالقتيلة وجوزها الرائد بحري يحيى السعيد؟ معرفهاش خالص، ولا عمري شفتها ولا سمعت عنها. طب ويحيى؟ بقاله اكتر من سنة بيجي بيقعد في الكافيتيريا. علاقتي بيه عادية جدا، زبون زي كل الزباين بيجي بيقعد. ده شغلنا في الكافيتيريا، نعرف اسمه يحيى. دلوقتي بس عرفت من حضرتك اسمه بالكامل. حضرتك متجوزة؟ متجوزة بس منفصلة، وفي قضية طلاق أنا اللي طالباها. أقدر أعرف ليه؟ ليه يا ميشو؟ ليه مش موافق؟ نفسي اسافر لعند ماما في قتيل، عايزه اشوفها. دي عيانه. ما تخافش، مش هتكلم مع حد، ماليش دعوه بحد.
بتفكر ازاي؟ اذا كنت مش واثق فيا تعالى معايا. كفايه بقى، كفايه. انت بتموتني حبه حبه. مادام بتغير من اي حاجه اتجوزتني ليه؟ انا بقيت اكره نفسي من كتر ما كرهت عيشتي معاك. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انا هسافر بارادتك وغصب عنك. مش هتقدري. طلقني، طلقني، انا مش عايزاك. مش هتقدري. انا هرفع قضيه واخد حكم. مش هتقدري. خدت الحكم؟ لسه القاضي ما حكمش. طيب تتهمي مين؟ اتهم مين؟ اذا كان كل الناس في الحكايه دي انا ما اعرفهمش. ده انا مستغربه انكم بتسالوني. انا بستغرب دكاتره ايه دول؟ ليه ما يسالونيش وانا اقول لهم يدوا ايه؟ الدواء ده يتعبوا اكتر، ده عنده انهيار عصبي. اي ستي ما بيهاش، جالها الطلق والنفاس، ده خد من كله. طب التوجيه وما نفعش فيها وعرفناه، الا خدت العصبي دي. شفتي؟ انا مش قايلالك، مش قايلالك معمول له عمل. عمل ايه؟ ايه ده يا ماما؟ شده وتزول يا ضنايا، شده وتزول. انا هعرف لك مين اللي عمل العمل. سيد الدرويش هو اللي هيقول لي على كل حاجه. ده راجل مبروك ومكشوف عنه الحجاب. شده وتزول يا ضنايا. يلا شد حيلك كده واحنا نروح له مع بعض. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا دكتور. اهلا يا فندم. يا ترى اقدر ادردش شويه مع الاخ عزوز لو كان يقدر؟ هو داري بروحه يا اخويا عشان تدردش معاه؟ الدكتور عادل من كبار الدكاتره الموجودين في البلد، يعني متهيألي انه يقدر يفوقه. والله يا طارق بيه انا اللي بفهم الدكاتره يعالجوه ازاي. اصلي انا مقدر عبقريتك ومتهيألي انك كنت اتكلمت عنها قبل كده، بس يا ريت تقدر تفوقه لي عشان ادردش معاه شويه. يا ولد يا ولد يا عادل انت يا ولد فوق يا ولد، لا افوقك فوق. ده طارق بيه مفتش بحري صديقي، بياخد مني معلومات تساعده في التحقيق. عايزك تدردش معاه، تدردش. ها دردش دردش يا ولد. اتفضل يا بيه. ازيك يا عزوز؟ باقي في حياتك، بركه فيك. انت عارف طبعا ان عمتك ماتت وهي وابنها سعيد. يا ريت كنا نقدر ندردش شويه بخصوص الحادثه، يمكن نقدر نوصل لمعلومات توصلنا للقاتل. يا ابني يا حبيبي، دي اعمار. انت ذنبك ايه؟ الحقوني، انجدوني بشويه ملح الواد. يا ناس الواد هيضيع مني، الحقيني. رأيتك من عين الجارة الساحرة النكارة اللي تخش على الجارة بالسحر والنكارة تقول لها يا جارتي انت من الله حمدة، انت من الله شكرة، بيتك اللي عمر بنيك اللي كبر، ما تخرج اللعينة من دار المسكينة إلا لما صبحها حزينة. قابلها سيدنا سليمان في واسع البرية، قال لها راحة فين يا عين؟ قالت له راحة للي حبى ودبى ورعرع واستوى، أرقعه حربتين بين كتفيه، أخلي أمه وأبوه يعيطوا عليه. قال لها خذيتي خذيتي من الله خذيتي، أنباس أنباس ما فيك يا عين منافع للناس، لأقفل عليك يا عين في أم نحاس، واسبك عليك يا عين بالزئبق والرصاص، ما تلقيلك يا عين لا منجا ولا خلاص. حصوة في عين اللي شافك ولا صلاش على النبي. قول معايا يا ضنايا، كوني باردة يا عين، كوني باردة يا عين. خدي دول وزي ما انت عارفة كوني باردة يا عين. ايوه ايوه عارفة، وشد الله. عمي يا جمال، مين هياكل زي سيد قشطة؟ انا وريني. خليك انت يا ست خديجه، انا اللي هفتح الباب.
اهلا يا طارق بيه، جيت في وقتك. انا خدت اجازه عشان اتفرغ معاك لحد ما نعرف القاتل. القاتل عرفناه ولقيناه خلاص. اللي عايز اعرفه ازاي تمت الجريمه. عرفتوه، لايموني عليه، انا اللي هفتح كرشه. مين؟ انت اللي خنقت مراتك وقتلت ابنك. هو اللي قتلها؟ النيابه شايفه كده. يا لهوي، النيابه شايفه كده؟ ده بقى قتل قتله بصحيح. مش كفايه قتل قلوب العذاره؟ ها، عامل لي دراكولا بتاع بحري. ابعد عني، كفايه حياه. انا لسه يا اخويا في عز شبابي. انا هعترف لك بكل حاجه. احسن لك برضه. وانا بقى عايز اعرف ازاي. انا وحياتي اتجوزنا عن حب كلهم بيقولوا لي هو يحيى طالع فيها كده ليه؟ قلت لهم هو كده قليت في نفسه. بس مش عليا، ده انا حياة اللي بتموت فيها. طب يلا، مش هتنامي؟ يلا. يا أرض تهدي. لا أنا زعلانة منك يا يحيى. ليه؟ ما بقتش تقولي كلام حب زي زمان. كلام ايه بس؟ بحبك يا حياة، بموت فيك يا حيوتة، حاجات كده يعني. انت ناسي يا يحيى؟ يا حياة عيب، ده انت مراتي ام ولادي. هو انت واحدة انا ماشي معاها؟ وفيها ايه يعني لما ابقى مراتك وتعبر لي عن حبك؟ بحبك يا حيوتة، بحبك يا حياة. سم كده وانت ساقع. بحبك يا ام سعيد. خلاص يعني مالكش حبيب في الدنيا غير سعيد؟ دي حتى البت الصغيرة ولا كأنها موجودة. انا عارفاك كنت عايزها رخرة تيجي ولد. كل اللي يجيبه ربنا كويس. ده كلام، ان كنت انت ولا اخويا عايزين كل الخلفة صبيان. مالها البت؟ بنت ولد بحبهم زي بعض. بابا يا حبيبتي، انا عايزه بدله زي دي. عايزه بدله زي دي؟ اه بس دي ما تنفعش للبنات. يلا يا حبيبتي العبي انت مع اصحابك. يا بختك يا عم، حاطط رتب ابوك نفسه ما يقدرش يعلقها. فلوس قائد. هوب يلا حبيبي. يا بابا حد بيشيل القائد بتاعه. اسف يا بنت. يلا بينا، اعدل هدومك بقى، عيب كده عشان الضيوف. تمام؟ يا ولد، يا اهلا يا اهلا بيكم، يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. معلش ثانية واحدة. طب انا هعمل لك عصام. سعيد سعيد اتفضل. لا تعالي جنبي، تعالي جنبي. يلا حالا بالا بالا انه ابو الفصل حيث عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد فليحيى ابو الفصل. يلا اتفضلي دوقي بقى وقولي لي عشان انا عامله كل حاجه. 5 في عينينا يا حياه، داري على روحك يا اختي، دي العين وحشه، داري على شمعتك يا حياه. يلا بقى عشان نلعب.
ده المسدس بتاعي، هحطه في مكانه. تصوري دخلت اتسحب مخصوص عشان ما صحكيش. ما انت كل يوم دلوقتي نبطشي، بس مش في الشغل، عند الست هانم الخواجايه بتاعتك اللي واخده قلبك وعقلك. يا حياتي فهميني، انا فعلا ما كنتش نبطش النهارده، لكن برضو كان عندي شغل. حياة، يا حياة صدقيني انا ما بحبش غيرك. كذاب، ايوه كذاب، انا عرفت كل حاجه. انت ما بتحبش الا هي، ما بتفكرش غير فيها هي، ليل ونهار معاها، سرقاك السكينه، حتى سعيد ابنك اللي كانت روحك فيه ما بتسالش عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. هي مين؟ ما انتش عارف هي مين؟ حبيبه القلب مارسيل. مش عارف اقول لك ايه، ما اقدرش اتكلم، بكره هتفهمي كل حاجه. اتكلم يا يحيى، قول لي يا يحيى، هي احسن مني في ايه؟ عشان خواجايه يعني ولا عشان غنيه؟ انا تنساني يا يحيى، انا عيد لك صعب العشرة شمع، واخرتها اخطفك مني. مش فيلتك دي؟ ايوه. امال مين ده؟ انت خفت منه؟ انا كمان بخاف منه، اصله بيحبني قوي، بيموت فيا، ولو ما كنتش قبلت منه الهديه دي كان هيموتني. بيقول لي كل فلوسي تحت رجليك، رهن اشاره من ايديك الحلوين دول، ومن ناحيه المعامله عندك واحد بس ليا شروطي، تحبيني يا مارس، والصوره دي ما تتشالش من قدام عينك، اصل البعيد عن العين بعيد عن القلب. يعني الفيلا دي هدية منه؟ الفيلا والعربية. ده لازم بقى، لازم تاجر كبير او مقاول. بيبني عمارات على الكورنيش، بيبيعها شقة شقة، وبيقول لي لو اشتغلت في الصنف مش هكسب كده. عايز تشتغل معاه؟ لما تطلع المعاش. اصله ما يشغلش معاه الا العيال الصيع المرفوضة من المدارس، وهو بقى عامل لهم مدرسة معماري؟ واخد في العمرية 100 فدان، وعامل لهم جراج لعربيات النقل، وبيعلم العيال ازاي يسرقوا شاسيات العربية ويغيروا النمر بما يرضي الله. طب وهو مش خايف انك عارفة الحاجات دي كلها عنه؟ ما يهموش، قلبه جامد ومسنود. الظاهر انه مش بعيد عن القلب. انا؟ لا، مين ده عشان انا ابصله؟ المعلم ابو درسة ده شوية فلوس وبس، ده انا مستحملة اشوفه لغاية ما تخلص قضية طلاق من ميشو، ده هو اللي بيسرق. يحيى، مش هننزل البحر؟ اما تخلصي كلام عن ابو درسة بتاعك. يحيى حبيبي، انت اتضايقت؟ انت حاجة تانية خالص، انت اللي طول عمري انا بدور عليك، وعمرك ما هتضيع مني مهما يحصل. مارسيل، ما تيجي تعالى هنا، انزل. انا نازلك. مش هتوقعني. كده وقعتني. طيب استنى عليا. ايه
يا استاذ ولا سيادتك؟ شكرا. مارسيل موجودة؟ ايوه جوه. ايه يا يحيى جيت ليه؟ مش اتفقنا بلاش تيجي هنا؟ العينين علينا قد كده، وانا خايفه اخسر قضيه مع ميشو، وخايفه لمراتك تعرف. مراتي غضبانة وراحت لبيت اخوها. هي عرفت حاجه؟ انا عمري ما طلبتك في البيت، ما بكلمش غير بتاع السويتش، ولسه مكلماه الظهريه وقال لي انه ميعادنا ماشي. قال لي، وانا جاي عشان اقول لك اني مش هقدر النهارده. ليه يا حبيبي؟ دي شقتي مش بتاعت ميشو، والعشاء اللي انت طالبه جاهز في التلاجة. لوحات جميلة قوي. بابا هو الرسامة، كان فنان، يوم ما يقعدش قدام البحر ما كانش بيعرف يرسم. لازم الفلوس كانت هنا اكتر. بابا كان بيقول لي هيعيش يموت هنا في اسكندريه، وفعلا ده اللي حصل. اسكندرية دي حلوة قوي. تحفة. لو اضمن انك كل لوحدي مستعدة اعيش واموت هنا في اسكندريه. امال فين العشاء؟ حالا هقوم حالا. ممكن اغير هدومي؟ ليك مفاجأة على السرير.
عجبتك؟ هي ايه دي؟ هو مين اللي ضرب الجرس؟ ده الزبال. طيب. اصلي ما عرفتش افتح الكيس. معلش تفتحها ازاي؟ اعلمك؟ يا ريت. تفتح كده كده. هي دي كل الحكاية. وايه بقى اللي كنت بتدور عليه؟ اهو ده اللي ما اقدرش اقوله يا فندم. ليه؟ اصل كده. طيب انا هقابل سيادة اللواء. متشكر يا فندم. معلش بس في امر من النيابة بالقبض عليك. ازاي؟ لازم تتحجز. احنا متأثرين من اللي حصل. في الحقيقة يحيى من احسن الضباط اللي عندي، لذلك احنا كلفناه باحضار بعض المستندات اللي تهم الامن البحري. كنا بنعتقد ان المستندات دي موجودة عند مارسيل من باب التموين. كان لازم ندخل حياة مارسيل. اذا المسألة محتاجة دون جوان فالنتينو. ايوه. ويحيى من اكبر الحبيبة عندنا. اتفضل. شكرا. ولقيتوا المستندات عندها؟ ابدا. يحيى اثبت ان مارسيل ملهاش اي علاقة بالمستندات دي. واللي بيؤكد كلام يحيى ايوه المعلومات اللي جات لي النهاردة من جهة تانية بتقول ان المستندات دي لسه ما دخلتش البلد. يعني مارسيل ملهاش دعوة بحاجة؟ مفيش علامة استفهام على تحركات مارسيل غير علاقتها بأبو درسة اللي بيحبها وعاوز يتجوزها. انا لاحظت ان حياة كانت بتعرف مواعيد وتحركات مارسيل مع الرائد يحيى يوم بيوم. ازاي؟ للأسف في حاجة عرفناها أخيرا حتى الرائد يحيى لسه ما يعرفهاش. يا ترى تفيدني؟ عم خيري عامل التحويلة بتاع التليفون كان بيتطوع من دماغه ويبلغ كل مواعيد مارسيل مع يحيى لمرات يحيى. طبعا عم خيري محبوس دلوقتي وهيتحاكم محاكمة عسكرية. طيب مارسيل حبت يحيى من قلبها، انما يا ترى يحيى حبها؟ والله دي حاجة شخصية وما تخصناش دلوقتي. احنا متشكرين جدا يا فندم. شكرا. اتفضل. قرابة فرق ابو رياض. دي اخبار يا جماعه الرئيس. يا سيدي عشان يلا يا سيدي ما تعطلناش. اخبار يا ابو رياض يا عم دي الاخبار. لا ده رقم مراته. مش كده يا ماما، عمر الاسياد ما هيشوفوا عزوز. عزوز عنده انهيار عصبي وبيتحسن. حي يا قوي على كل قوي. قول يا اخويا، الهي يسترك تدخلنا لسيد الدرويش. ما تبص لي انا هنا يا اخويا. ايوه يا حاج. ايه الشكوى؟ ايه الشكوى؟ ما هو سيدنا الدرويش هيعرف ايه الشكوى، ده راجل طيب ومكشوف عنه الحجاب. ايوه طبعا بس عشان اكون في الصورة وانا بحضر بخور الاسياد. الواد عزوز ابني سقط في التوجيه بعيد عنك 7 سنين دي وعرفناها، انما اللي زاد وغطى حكاية العفريت اللي راكبه بيقول اسمه العصبي. انا جاية بقى لسيدنا الدرويش يشوف له طريقة مع الاسياد. دستور
دستور يا سيادنا. ابنها اسمه عزوز، صاد 7 سنين في الثانوية العامة وعليه عفريت. خير، اتفضلوا اتفضلوا. المرة دي بقى يا سيدنا الشيخ انا عايزة بركتك معايا، الهي يكفيك شر العين، الواد راكبه عفريت. ابنك اللي تعبك اسمه عزوز مش كده؟ ايوه. بيسقط كتير في التوجيهي مش كده؟ تمام. واللي مضايقك اكتر اليومين دول العفريت اللي راكبه. مظبوط. يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف. اللي راكبه ده مش عفريت ولا عصبي، ده عمل له معمول له من احد الجان. حي شفت يا اختي، انا مش قايله لك انه راجل مبروك ومكشوف عنه الحجاب؟ سكوت يا حاجة، سيدنا هيتكلم مع الجان. بدنجان كل حي في مكان، اظهر وبان عليك الامان. دي ولية وغلبانة شقيانة وتعبانة، اهيانة واهيانة، وكل اللي هتقول عليه مستعدية بيه ولو كان 100 جنيه. 100 جنيه؟ سكوت، ما تضيعيش روحك، ده مع الاسياد. اظهر وبان عليك الامان، اظهر وبان عليك الامان. اشتاتا اشدود اشتاتا، مش ممكن هيخف بتاتا غير لما نعمل له الزار، وتجيبي فرخه وديك رومي وخروف بيقول مهما. مبروك يا بنتي، مبروك يا بنتي. اسيادنا معانا مش علينا، اسيادنا معانا مش علينا. حي ست نعيمة مبروك يا ست ام الدكتور. انا عزوز خف وخرج معاكم. هو فين هو؟ راح مشوار وزمانه جاي. شايفة والنبي دي بركة سيد الدرويش، انا مش قلتلك الاسياد معانا مش علينا؟ دراويش ايه واسياد ايه؟ يا ماما قولي يا رب. يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. لولا حزني عليك يا حياة كنت زغرطت لك دلوقتي يا عزوز. يا اختي ولا ديك الساعة لما زغرت يا عزوز. عزوز، ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت لك ما تجيش هنا خالص. بره، اتفضل بره. عزوز، انت عارف اني لوحدي، الناس تقول ايه؟ انا خايفه يا عزوز، حاسه اني متراقبه. عزوز، انت عارف اني مظلومه مش كده؟ مستخبي لك فين ده كله يا اختي؟ ابي يحيى، ابي يحيى هنا. يبقى اكيد هرب. ازيك يا عزة؟ ازيك انت يا ابي؟ اتفضل. التهمه ثابته عليه. اهلا يا يحيى. ازيك يا ابني؟ اهلا حبيبي. ازي حضرتك؟ ايه الحكايه يا يحيى؟ طلعت براءه مش كده؟ انا ما صدقتش كلام الست خديجه. اهلا يا يحيى يا ابني. اهلا يا عم. اهلا يا ابني. انا مش فاهم حاجه، امال كلام الجرايد ده ايه؟ افرجوا عنك؟ يبقى مين القاتل امال؟ ها؟ الصبر طيب،
ايوه يا يحيى يا ابني، الصبر مفتاح الفرج. ايوه فكرتيني، انا معايا اوراقك ومحفظتك والمفاتيح بتاعتك كمان، هاتي بهم لك. والنبي يا حاجه صح البنت خليني اخدها معايا. ما تخليها معانا يا يحيى، ده انت تحتاس بيها. اهو ريح. هي ما فيش غيرها، ما فيش غيرها. هي ابي يحيى، ابي يحيى. الهانم مسافرة؟ لا يا عم عبد، انا قعدت في سيدي كرير ومش عارفه هرجع امتى. عرفت انا رايحه فين؟ سيدي بيش. سيدي كرير. سيدي كرير. بالسلامة يا ست هانم، مع ألف سلامة. عمري 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 صحيح يا عزوز انت اللي قتلت عمتك؟
ابويا هو اللي قتل. ازاي؟ عفارم عليك يا استاذ عزوز. ها الحساب كام بقى؟ شفت بقى؟ انا مش قلت لك لازم اصلحها؟ اصل كل حاجه اشوفها لازم افكها واركبها. مزاج بقى. اوعى كده يا اسطى بس هوايه حلوه حقيقي. هوايه ايه؟ انا بقول لهم عايز اروح ثانوي صناعي، عايز ادخل ميكانيكا. ميكانيكا ايه؟ ومزاج وقرف ايه اللي بتقوله ده؟ ايه؟ جايب 80% وعاوز تدخل صنايع؟ انا قلت لك اوعى تتكلم في الموضوع ده تاني. اصل انا بحب الميكانيكا والصنايع. انت هتاخد الثانويه العامه وهتخش كليه الهندسه وهطلعك مهندس. انت مش دريان بالدنيا عشان التعليم بقى ببلاش. دي نعمه ما يدراش بيها الا اللي اتحرم منها. شوفاني كل زمايلي اللي خدوا البكالوريا ودخلوا المهندس خانه كلهم وصلوا، منهم اللي بقى رئيس مجلس اداره واللي وكيل وزاره. وكيل الوزاره بتاعنا كان زميلي، لما بيشوفني بيعمل انه ما يعرفنيش عشان انا رئيس ارشيف وبالبكالوريا. ما تبقاش غبي، اسمع الكلام. ربنا يحميك يا ابني. يا عزوز انا امل كبير فيك. وانا كان امل كبير في روحي، انما انا حاسس ان الثانويه العامه دي عمري ما هاخدها. ايه يعني لما سقطت سنه ولا 2 بكره تنجح وتدخل الجامعه وتتخرج. انا مش عايز ادخل جامعه، انا عايز ادخل حاجه اللي انا انفع فيها، اللي احبها. انا حاسه باللي انت فيه، بس يعني علشان نتخطب. يا شيخه ولا حد حاسس بيا، حتى انت الحاجه الوحيده الحلوه في حياتي بتتكلمي بمخ امك. كل ام عايزه لبنتها عريس عموله عنده فلوس ومركز، مش كده؟ عزوز انا عمري ما اتخلى عنك، انت حبيبي. ناقص 8 تساوي 4. على فكره يا اولاد النهارده جاي المفتش. الله، هو التمييز لما انا تحت تذكرت اهي. يلا يا ابني انت وهو في السجاير، خلينا نشتغل. ما تشتغل انت بس، احنا فاهمين كل حاجه، اشتغل. حليت يا عزوز؟ يلا يا ابني حل وخلي اعصابك حديد، انا عندي دروس تانية. الله، ما انا اعصابي حديد. انا اصلا ما بحبش الزحمه، كل حته زحمه، حتى لما باجي اخد درس في بيتنا خصوصي برضه زحمه. مش معقول. وزملائك اللي في نفس الزحمه دي وما بياخدوش دروس خصوصيه بينجحوا وبيفلحوا ازاي؟ شجره. زحمه يا دنيا. هات دي بقى. لا دي ايه، اتفضلي. ايه يا عم ده؟ احب النبارية. ايوه على الطعامه البلد يوك. احب البلد، احب النبارية. الشمس غابت يا قمر. القمر حلو. عسل انت يا جميل يا ابو. اتفضلي هنا. ايوه يا عم. يا جماعه انا همشي. وليك ايه مشكلة؟ رايح فين؟ ماشي. ايه يا سيدي ده؟ ايه يا قمر ده؟ سباحي ايه يا حاج نعيمه؟ عادل ابنك بقى دكتور امتياز زي ما انت عارف. لا عايز 25 جنيه يشتري سماعة جديدة. لا عندي ولا عندي. عزوز ضيع ال10 جنيه اللي اديتهم له بتوع المدرس، استلف 10 جنيه غيرهم من عمته. ايه؟ قول يا عزوز. عزوز
ضيعت ال10 جنيه اللي خدتهم قبل كده؟ وليه خدت من عمتك؟ 6 سنين بتسقط عمال استحملك، هو انا ايه؟ جبل؟ بتضرب ليه؟ ايه يعني؟ هي دي فلوس؟ اشمعنى كل حاجة عادل عادل؟ هو ده يعني البكر بتاعكم؟ أول فرحتكم يعني؟ أنا لازم آخد فلوس زيه. اسمع ما أقول لك، أنت تطلع بره، بره البيت ده، اوعى تعدي من البيت ده طول ما أنا عايش، فاهم؟ اوعى تعدي طول ما أنا عايش، بره، اطلع بره بيتي، بره، اطلع بره البيت، اطلع بره البيت، خلاص يا عزوز، انت هتعيش هنا وهتنام هنا وهتذاكر هنا، وبكره تشوف ان ما انفكت العقده وخدت الثانويه العامه من عندي ما بقاش انا حياه وتبقى موظف قد الدنيا. مدرستي بتفتح بدري، اخد غدايا واجري من تحت الكوبري والجزمه تلق في رجلي يا نسيبوه. سعيد لا تعال هنا، انا مع عم عزوز. بقول لك تعال هنا. عيب ترد على بابا كده. ايه عزوز عمل حاجه؟ ما عملش حاجه، اقعد هنا. مش كفايه علينا مسؤوليه ولادنا؟ عزوز ده مسؤوليه ابوه اللي طرده. يحيى ما تنساش ان ابوه ده مربيني. يا ستي ما قلتش يا حبيبي، خش جوه في اوضتنا، مش في اوضه عزوز. ما قلتش حاجه، بس ابن اخوكي ده ما ينفعش غير كهربائي او ميكانيكي. وايه يعني؟ مش هو اللي عاوز كده؟ لمين يا يحيى؟ ده ابوه افندي قد الدنيا واخوه دكتور. دكتور ايه وبتاع ايه بس؟ هو انت كده دايما عامله اهلك ابو علي؟ امال ابو ايه يا يحيى؟ لا ابو جلمبو. كده تعالي ما تزعليش، بس انا بتكلم جد. بلاش تدي عزوز مفتاح الشقه. ابن اخوكي وقلبك عليه، ابقي اسهري وافتحي له الباب. طب قفل بقى، ملوش لزوم الكلام ده. عزوز عملت ايه؟ نجحت زي كل سنة. سقطت. معلش، هاهو كله تمرين ليك، المهم الصحة. شجرة. أنا لقيت شغل خلاص. احنا كلنا رايحين عند ابوك الليلة دي، وطبعا هتيجي معانا عشان تبارك لاخوك. ليه؟ خد شهادة تانية؟ شهادة ايه؟ الليلة دي خطوبة عادل عقبالك. خطوبته؟ خطب مين؟ انت عارف البت سولا اللي على نص حارتكم؟ البت الحلوة دي اتخرجت السنة دي مع اختك عزة من التجارة، والليلة دي خطوبتها على عادل. أنا ماشي. باركله. أشوف وشك بخير. على فين يا عزوز؟ ده بقى عربية المعلم ما بقدرش، ودي الجراشات بتاعت المعلم ما بقدرش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا يا مدام ايه؟ ده المكتب بتاعي. هات بواحد بس، وهي دي فلوس ابعتهولك. طيب طيب قلنا طيب. خش. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام. ده بقى عزوز اللي كلمتك عنه يا معلم. ايه جدع قوي طيب قلبه حديد. ايه وده بقى ملك العربيات النقل، وملك العملية كلها، المعلم ابو درس العترة، جوز امي. تعال يا عزوز،
الشغل عندنا هنا بما يرضي الله، بس بقى عايز مفهومية وقلب ميت. انا محتاج اشتغل يا معلم لحد اما ربنا يكرمني وارتب نفسي، وعايز هاجر لايطاليا. ما هو ربنا يكرمك مادام بتشتغل مع ابو درسة. وانا دراعك يا معلم. انا بقى هعلمك ازاي تشتغل، ولا وليش اسياد القديم والجديد. انا جاي. يلا يلا يلا. يا سلام، انا بقى كل املي عربية صغيرة ومرة حلوة تقعد فيها جنبي. مرة حلوة يا ابن الهبلة، استنى عليها بس لما اسافر ايطاليا، كل تخصصه هيبقى في المستورد. ايوه، شهرين ولقطت كل حاجة. بقيت تقدر تلعب في جاسيه اجدع عربية. تربيتك يا معلم. يا الف اهلا والف الو. يا سلام يا خلق الله، ده انا لما بسمع صوتك الشاسيه بتاعي بيبقى عايز لحام كهربا. خليكي معايا على اذنك يا زوزو، الحب بتاعي هوينا. ايوه ميرس، من 1000 ل10,000 انا رقبتي سداده، ومتش ده هيطلق يعني هيطلق من عينيا يا ميرس. كل طلباتك والمبلغ كله هيوصلك قبل العشاء. هبعتهولك مع الواد زوزو، زوزو بتاع ايطاليا. باي باي يا حبي، باي باي. يا تنجر الحب الصافي، يا واد يا مرس يا زوج، يا واد يا مرس يا زوج. حالي هقوم حالي. ممكن اغير هدومي؟ ليك مفاجأة على السرير. أي خدمة؟ حضرتك مدام مارسيل؟ أيوه. المعلم ابو درسة بعت الحاجات دي لحضرتك. أمال فين الظرف؟ صحيح نسيت. ميرسي. شوف يالا انا حلو ازاي. اخر حلاوة والله يا معلم. كلك مفهومية يا زوزو، عشان كده انت بقيت دراع اليمين. الله يخليك يا معلم. تعرف انا في قعدات الحب بتاعي عمري ما خدت واحد غيرك. ربنا يخليك يا معلم. قول لي يا معلم، ما نبقى ناخد معانا رمضان ابن صبيحة؟ لا، ده واد خباص يروح يقول له لامه، ودي حاجة ما ترضيش ربنا، واحنا ناس ماشيين بما يرضي الله. طبعا يا معلم. مساء الخير يا معلم. تعالى هنا عزوز. انا هنا كده كويس يا معلم، جنبك. زمانها جاية، هي تقيلة شوية، انما انا ابو درسة. بتحبني، بتموت فيا، بتدلعني وتقول لي يا درسي انا درس العقل بتاعها. حلو قوي ده يا معلم. ما بحبش اصدها،
بخاف عليها لا تنقهر. والله تسال كل حب يا معلم. اهلا اهلا يا مرس، يا احلى مرس كسبته في حياتي. اهلا يا معلم، اتاخرت عليك. معلش انا من الصابرين، بقالي كام سنه بتفرج على التفاح، النهارده بقى هدوقه. تدوق ايه يا معلم؟ مش تخلينا كده بما يرضي الله. لما نشوف القضيه هترسى على ايه؟ هي القضيه دي بقى طالعه لي في البخت، كل شويه القضيه. انا صارف عليها لحد دلوقتي 7000 جنيه. ايوه انت زعلت يا درسي؟ يا درسي، مراتاتي التلاتة حكمة وزهيرة وصبيحة لو قعدوا 20 سنة كمان عمري ما هكون درس واحدة فيهم. عشان كده انا بطلت جواز، بقيت بحب. ايوه عليك يا معلم. مش قلت هتعلميني الرقص بتاع الحبيبة؟ ما ينفعش بالجلابية دي. وهي مالها الجلابية؟ ما هي خير على الكل. ايوه بس عشان التانجو. ايه تانجو؟ وماله؟ انا برضو جاهز، هغيره جوه واجي. عزوز. ايوه انا ولعني. معلم بيقول انك ناوي تسافر ايطاليا عشان تشتغل، صحيح؟ ايوه، اصل مش ماسك عدل هنا. يعني ايه؟ مش واخد وضع في اي حاجة هنا. وهتاخد معاك مراتك؟ على فكرة انت متجوز كام واحدة؟ انا مش متجوز، بس يمكن اتجوز من هناك. انا جيت بدله ذوق وألاجة ولا بدله تفدينه. حلو قوي يا معلم. يلا بقى عايزين نرقص. عزوز حط مزيكا. الريكوردر؟ حاسب رجلي مشويش. احنا عارفين حاجة تانية. يلا عزوز يلا. عيني على حلاوة حلاوة، بلدي ونقاوة نقاوة. عيني على حلاوة حلاوة، بلدي ونقاوة نقاوة. يا حلو يا مرس يا فل يا مرس، خش على حلاوة حلاوة. شطين عينيا دول كده؟ طب خير خالتك. ده عزوز انا عايزك. خير يا معلم، في حاجة؟ انت تعرف مرسين؟ مرس انت عارف قد ايه هي بتحبني، وانا بقى ما احبش اصدها عشان ما احبش اكسر بخاطرها. انا بقى اللي بص لها ازوق الارض بدمه عشان انا بنحبها. الولد لصبيحه بيقول ان في واحد ماشي معاها اليومين دول. مين يا معلم؟ جوز عمتك يا سيدي. مين؟ الواد بتاع البحريه الحليوه، ضحك على عقلها بالبدله اسمه يحيى سعيد. مظبوط؟ مظبوط يا معلم. دي حاجه ما ترضيش ربنا. يحيى ده مش متجوز، مراته دي مش ست محترمه، مش عنده عيال، مش يراعي بيته ويمشي بما يرضي الله. تمام يا معلم، مراته ست محترمة
وخسارة فيه. بدل ما يحط في عينه حصوة ملح ويراعيها بيجري ورا مارس. طب هياخد منها ايه اذا كنت انا لسه ما دقتش التفاح؟ تمام يا معلم. انت طبعا يهمك ان عمتك يرجع لها جوزها، وطبعا المعلم بتاعك يرجع له الحب بتاعه. طبعا يا معلم. تروح لمرسيل في شقتها وتفهمها انك هتبلغ عمتك بكل حاجة وهتفضحها اذا ما سابتش الواد يحيى، والباقي علي انا. حياة عارفة كل حاجة. هقول لك حاجة يحيى ما يعرفهاش. حياة جات للوكاندا. زي ما بقول لك كده تبعدي عنه، ده جوزي ابو اولادي ويا ويلها اللي تهوب ناحيته. يا مدام حياة انا ما اعرفوش خالص. يا بجحتك انا عندي تحركاتكم اول باول. وانا مالي؟ هو اللي بيحبني، اعمل له ايه؟ انا هعرف ازاي اخليك تبعدي عنه؟ انا عندي شرايط وتسجيلات فيها كل فضايحك، هديها لجوزك ميشو يسمعها للمحكمة في قضية الطلاق. يحيى بيحبك وانت برضو بتحبيه. ابدا انا ما بحبش يحيى. ما بتحبيش يحيى ولا ابو درسة؟ امال بتحب مين؟ انت يا عزوز. انا بحبك قوي بس خايف انطق احسن المعلم. يحيى مسيره لمراته وابو درس ملوش لازمه بعد القضيه ما تخلص. انما انت التيب بتاعي. ايه؟ انا ايه؟ التيب بتاعي، شخصيتك دي، عينيك البريئة الغامضة، شعرك الكنيش ده، احنا نحب كده. يعني نتجوز ونسافر أتينا ونقضي شهر العسل هناك عند ماما ونعيش. طب والمعلم ابو درسة ده خليه عليا. انا موافق، يلا. بس مش هنسافر الا والشايط اللي عند حياة معايا. ولا انت ترضى الفضيحة؟ انا لا ابدا ما رضاش طبعا. بس ازاي؟ تعال وانا اقولك. جيب لي الشرايط من عند عمتك وانت تعرف ازاي تلاقيه من غير ما حد يدخل. ايوه بس هدخل ازاي؟ ده مفتاح شقة حياتي. ليه هنسيه عندي؟ حسيت انه هينفعني فعملت عليه مفتاح. ماشي وانا هدخل في احسن ميعاد. وانا هجيب لك احسن ازازة. هقول لك على سر يا ابن صبيح. انا اصلي عرفت واحدة ايرانية وبحبها وهي بتحبني. وهتحصل حاجات خطيرة بس مش هقول لك عشان انت طباز. هنسافر هناك وهنتجوز صحيح بس عايز منك فص علشان عايز اونول.
كده؟ طيب معايا حتى بقى اقرا لست. عزوز يا حياة. عزوز؟ انت بتسرقني يا عزوز؟ انت بتسرقني؟ انا عمري ما اسرقك. امال ايه اللي بتعمله ده؟ دي الشرايط، هي مش عايزة غير الشرايط. هي مين؟ مارسيل؟ هي اللي بعتلك يا عزوز؟ افهميني، هديها الشرايط وهنبعد عن هنا وهتسيب جوزك، انا وهي هنتجوز في اليونان. تعال هنا، هي خدت مني جوزي ودارت عليك. يا بختي الاسود، يا بختي الاسود، يا بختي الاسود. استنى بس يا
امال فين الشرايط؟ ما لقيتهمش. وعمرك ما هتلاقيهم، لان عمتك ما كانش عندها شرايط. دي كانت بتخوف مرسيل بس. ايه؟ لا قوم. طيب قوم يا عزوز. اتفضل. يا بيه انا ماشي بما يرضي الله، براعي ضميري. طبعا طبعا. والتلاعب في ارقام الشاسيهات الجديده والقديمه ده يرضي ربنا؟ قول لي بقى، انت مسنود على مين؟ وهكذا، ورغم ثبوت الجريمة على المتهم فإننا نلتمس من عدالتكم الرحمة والإنسانية مع القاتل، على أساس أن ظروفنا الاجتماعية مسؤولة عن انحراف هذا الشاب في مقتبل عمره، ومسؤولة عن عدم استكشافنا لمواهب أبنائنا، لأننا لا نتعرف عليها منذ صباح. رفعت الجلسة. بابا يلا نلعب بابا. طب يلا يا حبيبتي، يلا ما تجريش بعيد. طب تعالي هحصلك. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مرسيل السكانيس يني بالحبس 10 سنوات، وبإحالة أوراق المتهم عزوز البحراوي محمد مصطفى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية. ده مات.